الأمريكي المكسيكي الكندي الذي سينطلق منتصف شهر يونيو. اللي يهمنا مهما كانت الاختيارات وهذا الإمكانية والتسديد والهدف والجول والتسديد أي تسديدة العبور لولا هدف هذه المباراة عبر بوريغا. يتمكن من توقيع الأول يا سادة. تسديد هذه المرة حضرت الدقة والتوفيق والجودة في التعامل مع فرصة من نقطة الجزاء. كرة تسدد بجودة كبيرة لفريق الجيش الملكي. الجيش الملكي أول كرة شاته في الجولة الثانية من بعد كرة يونس عبد الحميد يتمكن من تسجيل هدفه الأول في هذه المباراة. تتغير النتيجة يا سادة 1-0. المسجل الموقع بوريغا يحمل على الأكتاف بالنظر لقيمة هذا الهدف ومدى تأثير هذا الهدف. شوف كيف يتخلص من رقبة بوريغا سددها. صعب جدا الحمياني التصدي لمثل هذا الكرات. بوريغا ممتاز، هذا رجل يسجل واحد من أجمل أهداف الجولة 19 من البطولة الوطنية. محسن بوريغا. تتغير النتيجة سادة في المباراة تصبح 1-0. صاحب 26 سنة ابن زمامرة اللي لعب للمغرب الفاسي ومشى لف سيسيون في البطولة السويسرية ولعب وانتقل لفريق الجيش الملكي. يتمكن رضا سليم تحدث مع رضا، ربما عارف المكان اللي عادة يسدد فيه كرمون العميد هو من يتولى تسديد ضربة جزاء. الدقيقة 70 من زمن المباراة. ضربة جزاء لأولمبيك أسفي. يتولى تسديدها العميد فرجي كرمون أمام المتألق أحمد رضا تكنوتي. انتظارات ألكسندر سانتوس يتمنى ضائعة، فيما الخطو يتمناها في المرمى. كرمون والمسدد، كرمون يسدد والهدف. هدف التعادل يا سادة لروسيس. هدف التعادل ممثل حاضرة المحيط. يستعيد التوازن من جديد في المباراة بهدف التعادل 1-1. وكان بالمباراة تنطلق مجددا. المباراة تنطلق من جديد. شكري الخطوي يستعيد جزء من الروح التي غابت عنه خلال الدقائق الماضية، والذي انتظر هدف فإذا به يتلقى هدف أو يسجل التعادل ويحيي أمال فريقه.